لغز العثور على موظف بالمحكمة الإدارية بمدينة فاس جثة هامدة، والعثور على 250 مليون سنتيم في صندوق سيارته الفولكسفاجن. التفاصيل: صدم قطاع القضاء وموظفين وشغيلة العدل بمدينة فاس بهذا الخبر الصادم، حيث تم العثور على هذا الموظف الذي كان يشغل قيد حياته وكيل حسابات بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمدينة فاس. عثروا عليه جثة هامدة، وكذلك وجدوا أموال تقدر ب 250 مليون سنتيم. ففتحت تحقيقات من الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد ملابسات الوفاة، فتم إرساله إلى المركز الاستشفائي الغساني قصد التشريح. فإن لله وإنا إليه راجعون، وتعازينا الحارة لموظفين قطاع العدل بمدينة فاس وكذلك لأهله وأسرته، والتحقيقات هي الوحيدة التي ستكشف ملابسات الوفاة.